السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنروح مع بعض مكان كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. مبيع كده زي ما انتم شايفين. هقول لكم بقى مكانه وبنروح ليه. بصوا كده، اللهم بارك. ده مبيع في المنصورة، اسمه العسوي. في ما شاء الله كل حاجة، واسعاره حلوة قوي ورخيصة. لو حابة مثلا ان انت تجيبي كمية اي فاكهة تخزنيها، سواء بقى جوافة او المانجا عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. او مثلا كمية جوافة عاوزة تخزنيها تعملي عصاير، او كنتالوب، او اي حاجة حابة ان انت تخزنيها منها كمية زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. كل شوية بيجي عربيات بينزلوا حاجات كلها طازة يعني. وكل البياعين بيروحوا ياخدوا من المبيع ده. مكانه في العسوي. لو ركبت اي عربية هتنزلي هناك. وما شاء الله اسعاره حلوة وكبير، يعني هتلاقي اسعار مختلفة. كل واحد يعني هتلاقي في الغالي وفي الرخيص، يعني تلفي وتشوفي. بس يعني في المجمل الأسعار ما شاء الله كلها قريبة من بعضها يعني. واللهم بارك. كل سنة بقى بنروح نجيب منه، سواء مانجا أو بلح أو كده يعني للتخزين. المرة دي بقى جبنا مانجا فص. بصوا ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. الولاد عندي بيحبوها وكده، فقلت لما نجيب منها ايه كمية. الكيلو طبعا بره ب100 جنيه زي ما انتوا عارفين. جبتها كانت حوالي ب40 جنيه أو ب50 جنيه، يعني موفرة معايا كتير. بصوا ما شاء الله البلح ده، اللهم بارك. البلح السعودي ده الكيلو منه برضو كان ب60 جنيه هنا. جبته من هناك، في الكرتونة دي أو الباكت ده، بحوالي 30 جنيه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. عندهم كل أنواع المانجا، الفاص والعويسي والمانجا الزبدية والمانجا الصفرا، كل حاجة عندهم كل الخضار برضو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. والمانجا الناعمة برضو. بس الفص طبعا يعني بالنسبة لي أحسن أنواع المانجا. كل شوية بقى عربيات بتنزل خضار وكل حاجة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الحاجة بتكون طازة هناك، وكمان أسعارها حلوة، يعني بتوفر معاكي لو انت هتجيبي كمية وكده. وطبعا لو هتجيبي مانجا للخزين وكده برضو هتكون أحسن لو جبتيها من هناك، بدل ما تجيبها من بالكيلو كده هيكون أغلى طبعا. اللهم بارك. البلح ده جميل قوي، مسكر حلو قوي. طبعا كل انواع البلح مفيد ومغذي للذاكرة بقى وكده. فيعني كل سنة بأمر الله، ثم ربنا يا رب يبارك لها ويديها الصحة، ودعوات كلها بالشفاء. تعبانة اليومين دول. بتجيب لنا كل سنة من هناك. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعواتكم لأهلي بالشفاء. السلام عليكم.